أشارت أنباء صحفية كرواتية إلى أن نادي هايدوك سبليت الكرواتي حصل على حكم قضائي من فيفا بخصم 6 نقاط من رصيد اتحاد جدة السعودي، في حال لم يسدد الفريق الاتحادي مستحقات اللاعب الاتحادي السابق أنس الشربيني قبل انقضاء الأسبوع الأخير من مارس. ونقلت ذات الأنباء أن الاتحاد الدولي فرض غرامة على الفريق الاتحادي وصلت إلى 126 ألف ريال سعودي بسبب التأخر في سداد مستحقات اللاعب الفلسطيني. يذكر أن عقوبة حسم النقاط قد تعرض الفريق السعودي إلى الهبوط إلى المرتبة ما قبل الأخيرة في سلم الترتيب. وعبر سكايب يلتحق بنا ماجد بلعاوي وكيل أعمال اللاعب أنس الشربيني. سيد ماجد، أهلا بك معنا. بداية حدثنا عن حيثيات هذه القضية، كيف وصلت إلى هذا الحكم؟ مساء الخير، تحياتي لك وللجمهور الكريم. اهلا وسهلا. الحكم صدر تقريبا من اسبوع. نعم. بالضبط زي ما حكيت انت، هو في غرامه على الاتحاد وفي مكمل لو ما حصل الاتحاد دفع الفلوس، في طبعا في نقاط 6 نقاط حتقسم من نادي الاتحاد. نعم. هل تواصلتم مع الاتحاد؟ هل وصل الاتحاد هذا الحكم ام انه يعني حكم وصلكم انتم في البدايه؟ لا، هو وصل نسخة منه للاتحاد السعودي وللاتحاد لنادي الاتحاد ونسخة لنادي الهيدوك، وأنا وصلني نسخة عن طريق رئيس النادي. نعم. تواصلنا طبعا أنت بتعرف لازم أنا أفصل بين إدارتين أنا تعاملت معها في التفاوض. نعم. كانت في البداية مع عادل جمجوم نائب الرئيس واللي كمل مهمة رئيس النادي. كان شوي فيها عواقب وفيها شوية معوقات وصعبة كانت شوية. الحكم من أصدره في فيفا سيد ماجد؟ الفيفا نفسها أصدرت الحكم. يعني هل هي لجنة مختصة لجنة مختصة في شؤون الأندية. نعم. شؤون النادي. نعم. في النادي. نعم. تواصلت مع الاتحاد بعد هذا الحكم؟ نعم. أنا كنت في زيارة للسعودية من شهر تقريبا، وتقابلت مع رئيس النادي السيد إبراهيم البلوي. حقيقة نعم. أنا يعني كل الشكر، بقدم له الشكر لانه هو صار له كم من يوم كان مستلم مهمته، والتقيت انا في الليل، كان في جلسه جدا وديه، شخص يريد يعمل الاتحاد، وانا طبعا عملت كونفرنس كول معه ومع رئيس النادي الهيدوك. نعم. وكان الوقت متاخر، ويعني في حلول في هذا الاتجاه، ولا زلنا نتفاوض وهم زالوا بيتفاوضوا. وطبعا تكفل في المهمه الاخ، يعني انا حقيقه تركي بديد، يعني من الناس اللي انا نعم بقدرها وبحترمها شخص. ما هي ابرز الحلول التي توصلتم لها بين الاتحاد والنادي الكرواتي؟ اللي هي بدفع مستحقات المتبقيه من للنادي الهيدوك. نعم. المبلغ هو 1.3 تقريبا يورو، مليون يورو. هم الاتحاد طبعا كان عندهم حسن نيه، وابدوا حسن النيه بدفعوا من 500,000 بدون اي ضمانات. طيب سيد، نعم. نعم سيد ماجد، النادي الكرواتي متمسك بموقفه، يعني ما عنده اي مجال للمرونه في هذه القضيه؟ هو النادي متمسك طبعا في حقه المادي. مشكلتنا فقط هلا حاليا في التوقيت. نعم. كمان هو مشكله كمان، يعني توقيت الدفع تقريبا هو كمان يكون. لكن هلا احنا في صدد الحلول، يعني احنا قربنا كثير قربنا للحل. يعني احنا نعم. موقفك انت كوكيل اعمال للاعب انس الشربيني، يعني اين هو في هذه القضيه؟ هو انس الشربيني خارج هذه المشكله بالذات. طبعا هو هلا احنا بنتفاوض احنا باسم النادي اللي مستحقات النادي، اللي هو الترانسفير في تاعه الانتقال انس من الهيدوك لنادي الاتحاد. نعم. قضيه انس لسه ما اخذتش المحكمه، ما اخذتش القرار النهائي فيها. احنا بنتفاوض هلا بالنسبه للهيدوك، وانا طبعا موكل من قبل النادي لحل هذه المشكله. نعم. نعم تفضل. تقريبا متواصل يومي تقريبا مع نادي الاتحاد ومع نادي الهيدوك. يعني لسه انا كنت بتكلم مع رئيس نادي الهيدوك قبل ساعتين، ومع اخونا تركي بديد كمان قبل ساعات في هذا الموضوع، تخصص في هذا الامر. نعم. كم على الاتحاد ان يدفع لنادي هايدوك الكرواتي سيد ماجد؟ اللي هو 1.8 التوتال، الكميه، المبلغ الكامل للصفقه. نادي الاتحاد دفع 500,000، متبقي 1.3 في تقريبا
1,300,000 يورو تبقي المبلغ. نعم. بالنسبة لهذا الحكم، لو لم يسدد الاتحاد مستحقات اللاعب أنس الشربيني قبل الخامس من أعتقد قبل نهاية هذا الشهر، هل معنى هذا أنه الاتحاد سيحسم من رصيده 6 نقاط في الدوري؟ هذا غير وارد، لأنه مش بحسابات نادي الإطلاق الهيدوك يعمل شيء، مش مستفيدين. أنا ناقشت هذا الأمر مع رئيس النادي، قال لي أنا أتمنى لهم يفوزوا بالدوري، أنا مش من مهمتي أن أخصم لهم ال6 نقاط، وغير وارد لأنه إحنا لسه في فترة. وبعدين نادي الهيدوك عنده الصلاحية إنه مدد الأمر هذا لمدة شهرين كمان أو أكثر، وكمان نادي الاتحاد عنده كمان الصلاحية يعمل يروح للكاس وكمان يستأنف، وهذا كمان بوقت 7 شهور ويمكن أكثر. بس إحنا إن شاء الله مش مضطرين نوصل لهذه المراحل على الإطلاق، لأنه في حسن نية من قبل الطرفين. نعم. سيد ماجد بلعاوي، كنت معنا